السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير ويلقاكم هذا الفيديو بصحة جيدة. جيتكم اليوم بهذه الوصفة لرمضان باذن الله، غير سجلوها الحريرة. واش نقول لكم، حريرة وعليها الكلام، حريرة ناس الغرب بطريقة روعة، بطريقة سهلة، والبنة ما نحكي لكم. شوفوا لي هذاك المنظر تاعها كيفاش راهي تشهي، شهيتكم في الجنة ونعيمها. قبل ما نروح نشوفوا الوصفة نطلب منكم كامل ديروا لي جيم للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. وبدون إطالة نروح نشوفوا طريقة تحضير هاد الحريرة. اول حاجه راح نحتاجوا طرف من الدجاج. شوفوا، تقدروا ديروا قطعه دجاج، تقدروا ديروها باللحم، يعني انتم احرار. انا هنا درتها شويه مصدر تاع الدجاج ودرت لها كركاس. حكمت حبيبات زروديه، درت واحد 3 حبات زروديه ولا 4، قطعوها عشوائيا. حبيبه بصل. شوفوا الحريره الاصليه تجي غير بزروديه، كما يقولوا الناس الغرب الكروطه تجي غير بزروديه. الا درتوا لها القرعه راح تعطي لها المرار. درت لها 2 حبيبات طوماطيش تاني كاملين، درت لها حبه بصل تاني قطعتها عشوائيا. شوفوا انا قطع عشوائي لانه راح نرحي بعض الخضره تاعي. درت لها البوكي هذاك تاع الحشيشه وشويه معدنوس، ربطتهم وخليتهم تاني يتقلاو معاهم، راح نديرهم يتقلاو مع بعض. هذوما المكونات. لي زيبيس درت الفلفل الكحل، درت راس الحانوت، ودرت الكزبر مرحي، ودرت التابل الرئيسي لي الحريره اللي هو الكرويه والعكري بياسور ما تنساوهش. مغرفه طماطم مصبره، مكعب دجاج جومبو لتزكيه الذوق، والزيت، ومغرفه سمن ولا مارغرين اللي عندكم. نعاود لكم لي زيبيس. قلت لكم درت الفلفل الكحل، راس الحانوت، شويه كزبر مرحي، ودرت لها العكري حلو، ودرت التابل الكرويه اللي هو التابل الرئيسي للحريره. الملح ما تنساوهش. درت لها قطعه من مكعب دجاج جومبو، درت لها شويه مارغرين والزيت، تقدروا ديروا السمن. مغرف طماطم مصبره. انا هنا كنت درت شويه طماطم بعد زدت لها كميه. فوالا هاي اللي زدت لها الكميه. قلتلكم ديروا شويه ماء سخون وخلوها تتقلى على نار قليله بلا ما تمرقوا، مازال باش ما تمرقوا. هنا خلوها على نار قليله تتقلى لكم. ديروا الحميصه حبيبات، تقدروا تستغنوا على الحميصه، اللي حب يديرها يديرها ما كاش مشكل، واللي الحميصه تاعها طيبه تخليها مع الاخر باش ديرها. فوالا صدقوني راح تجيكم وصفه هايله، حريره هايله. نبدلوا في رمضان، ماشي دائما شوربه، ماشي دائما لا سوب، نديروا حريره، نديروا لي سوب، نديروا يعني الوصفات راهي متعدده. هنا بعد ما تقلات لي مليح رايحه نمرق بالماء سخون، ديما نقول لكم تمرق بالماء سخون. رجعتها تغلي، بعد ما غلات لي ورفدت الغليه رايحه نصفيها. علاه؟ باش كي نرحي الخضره نرحيها وحدها وتبقى لي لاصوص تاعها حمراء. لو كان ترحوا الخضره تاعكم لداخل الكوكوطه تاعكم ولا الكسرونه راح تجيكم ماشي حمراء لاصوص تاعكم. الحميصه تقدروا تنحوها تصفيوها ومن بعد تضيفوها في الاخر. انا هنايا كاين اللي نحيتها وكاين اللي رحيتها. بعد ما رحيت زدت مرقت هذيك لاصوص كي صفيتها، زدت لها شويه ماء وخليتها تغلي. رحيت الخضره تاعي كيما راكم تشوفوا كامل بالبغاميكسور، ودرتها في المرقه هذيك زيد ترفد الغليه. الحريره كاين اللي يديروا لها الشيشه تاع المرمز كيما راح نشوفوها. انا اللي درتها لها سبيسيال تاع الحريره، الشيشه تاع المرمز. دوك تشوفوا نوريها لكم. كاين اللي ما يديروا لهاش، هذه يكتفيو غير بهذه الخضره يديروها طيب تعقد لهم، يعقدوها وينحوا. هاي لك الشيشه تاع المرمز. هنا لاستوس اللي راح تجيكم باش تجيكم الحريره تاعكم عاقده، نحو حوالي 2 غرارف من المرقه، ديروا لها مغرفه فارينه، وديروا لها لي زيبيس اللي كنتو درتوهم مع الاول، العكري، فلفل الكحل، التابله الكرويه، وشويه
كزبر مرحي، زيدوا شويه ملح، خلطوا مليح ولا حبذا ديروها بالبغا ميكسور باش هذيك الفرينه ما تبقاش مبركسه. نفرغ الخضره تاعي لداخل الكوكوطه، فوالا نزيد لها فوالا هنا خلطها كامل، نزيد لها هذيك العقده تاعي باش تجيني عقده، نزيد لها هذيك الدشيشه تاع المرمز اللي كنت غسلتها وقطرتها، هاي ليك غسلتها وقطرتها مليح خليتها نشفت، نديرها ونخليها الطيب. راح تجيكم حريرة وعليها الكلام صدقوني. وهذاك الدجاج كنت فتته وعاودت رجعته، الحميصة تاني كنت رجعتها اللي نحيتها كنت رجعتها وخليتها تزيد ترفد لاليا. زدت لها شوية حشيشة من الفوق، والحريرة تاعنا واجدة كنتو شفتوها في بداية الفيديو، ريحتها ما شاء الله. هاي ليك الحريرة تاعي جات الله الله على الكيف، حريرة وعليها الكلام. هنا هذيك الخلطة بعد ما كنت رحيتها تاني مليح بالبغا ميكسور، زيد درتها تتخلط مليح وواحد 5 دقائق وطفيت على الحريرة تاعي. اللي مازال ما اشتركش في قناتي قولوا اشترك في القناة، قناة مطبخ وتدابير أم رشيد تحت تصرفكم. فرحوني بالاشتراكات وليجم ولا نفرحكم بالوصفات السهلة والاقتصادية. كانت هذه هي وصفتي لنهار اليوم تاع الحريرة، حريرة نسل الغرب بطريقة سهلة، والبنة ما نحكي لكمش. ما بقى لي نقول لكم انتظروني في وصفات أخرى. تحياتي وإلى الملتقى.